السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا خبز اللي كتجي صحيه وكتجي رائعه وكتجي نفس الوقت كتجي لذيذه وهشيشه. مهم المكونات ديالها كذلك كاملين كيكونوا صحيين، خصوصا الناس اللي كيعملوا الريجيم ولا الناس اللي فيهم السكر ما كيقدروش ياكلوا الطحين ابيض. مهم هذه ان شاء الله غادي نحضروها بطريقه جد سهله وكتجي لذيذه بزاف. مهم تابعوني حتى الاخر وفرجه ممتعه. مهم بالنسبه للمكون الاول اللي غادي نحتاجوه هو الشوفان. عندي هنايا زلافه ديال الشوفان بهذا الحجم هذا. مهم الكميه نتوما كتقدروا تعملوا الشوفان اللي بغيتو. غادي نزيد هنايا 2 ديال المعالق كبارين ديال بودر شيا، وكذلك 2 ديال المعالق كبارين ديال الجنجلان او اي سمسم اللي كيكون عندنا منقي بلا ما كنحمروه. وغادي نحتاجو كذلك 2 معالق كبارين ديال بودر ديال الكتان، وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال النافع. اللي ما كيبغيش المذاق ديال النافع يقدر يستغنى عنه. وغادي نحتاجو كذلك ملعقه صغيره ديال حب الرشاد ولا حب الرشاد يكون كذلك منقي. انا عملت هنا 2 معالق صغارين، تقدروا تعملوا نتوما الكميه ديال الزرارع اللي بغيتو. عملت هنا واحد ملعقه صغيره ديال السكر بني، تقدروا تعوضوها بالعسل يكون احسن. انا العسل ما كاينش عندي متوفر. زيت هنايا خميره ديال الخبز، ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. وغادي نزيد هنايا الحليب اولا الماء اللي كنا عملنا الفيديو السابق، بقى لي ديك الماء اولا الحليب ديال الجبن كنحتفظوا به في الثلاجه. من بعد كنخدموا به المعجنات كنت سبقت قلتها لكم. صافي كندفيوه شويش وكنخويو هنايا على هاد المكونات اللي عندنا، كنغطيو واحد شويه كنخليهم حتى كيتفاعلوا ولا حتى كتفاعل الخميره مع هاد المكونات. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كيشرب ديك الحليب اولا ديك البقايا ديال الجبن اللي بقات لنا. صافي غادي نزيد هنايا الملح دائما كيبقى على حسب الذوق. وغادي نزيد نص كاس ديال زيت الزيتون اي زيت العود. وصافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. من بعد غادي نزيد طحين الزرع. مهم انا طحين الزرع كنشريه من ليدل، كيكون هاد النوع هذا بصراحه مزيون. مهم انتغرال 100%. صافي كنبقى نزيد في ديك الطحين الزرع وانا كنجمع حتى بلا ما كندلك ما حتى شي حاجه، غير كنحصلوا على هذا الخليط بحال هذا الشكل هذا كيجي خفيف نوعا ما. صافي غادي نخليه يرتاح شويه وغادي ندوزو باش نحضروا الزرارع اللي غادي نفندو فيها الخبز ديالنا. صافي عندي هنايا واحد الطبيسل عملت فيه شويه ديال الشوفان وزيد شويه ديال النافع شويه ديال البودر شيه. المهم ديك الزرارع كامل اللي عملنا مع الخليط غادي نعملوهم دابا هنايا. شني هنايا غادي نزيد شويه ديال الزرع اولا عباد الشمس، زريعه يعني بيباس اللي هذه اللي كتكون كنشريوها هيدا منقيه معدله كتكون ماشي محمره. صافي هذه هي النوع ديالها كيفاش عامله، كتباع في ميركادونا في الليدل كاينه موجوده ورخيصه. صافي كنخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. من بعد كيكون الخبز ديالنا اولا العجينه ديالنا كتكون ارتحت شويش. صافي غادي ندوزو دابا باش نحضروا الخبيزات ديالنا. عندي هنايا ديك المكونات اللي عملت مع بعضياتهم شويه ديال الماء في واحد الاناء. صافي كنبدا كنفزق يدي وكنهز العجينه هيدا كويرات هيدا قد المهم الحجم نتوما كتحكموا فيه كذلك. صافي كنفزق في الماء هيدا وكندوز هيدا في ديك الزرارع. صافي بهذا الشكل هذا ما كان كيف ما قلت لكم ما كنحتاجوا لا ندلكو ولا نقرصوا. المهم العجينه سهله يعني كتعطينا الخدمه. صافي كنبقى نهز هيدا الكويرات هيدا كنجوزهم في الماء في الاول كندوزهم كذلك في الزرارع. عندي هنايا واحد الطاوه اللي غادي ندخلها نفرن. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله وغادي نخليها تخمر. من بعد غادي ندخلها نفرن. صافي هنايا من بعد ما كنخرجوها نفرن كيكون هذا هو الشكل ديالها. بصراحه كتجي لذيذه في المذاق كتجي روعه، يعني كتصلح صراحه الناس ديال الريجيم ومن غير الناس ديال الريجيم، يعني الخبز صحيه 100% وتصلح حتى للوليدات علاش لا. صافي هنايا كندهنها كدهنوها باي حاجه. انا بالنسبه لي اللي كندهنها بكريمه ديال الكاكاويتي اللي كتكون كذلك حتى هي غنيه بالبروتين، حتى الخبز كتكون غنيه كذلك بالبروتين والالياف.
مهم كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وراها سهله وكتجي لذيذه بزاف. مهم شكرا جزيلا على المتابعه، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله.